طب احنا لما بنعصي ربنا بنقول الشيطان وعمايله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب حد فكر بقى الشيطان نفسه لما عصى ربنا هو كان مين اللي وسوس له؟ هو كان في شيطان تاني هو اللي وسوس له، ولا في عدو تاني انا مش واخده بالي منه؟ العدو ده اقوى من الشيطان، وهو موجود في كل واحد فينا، وهو اللي بيخليه يفتح الباب للشيطان عشان يبتدي يوسوس. عدو جوه كل واحد فينا احنا سرحانين عنه ومش مركزين فيه. العدو ده هو النفس بتاعتنا. طب يعني ايه النفس بتاعتنا؟ يعني مجموعة الشهوات اللي جوانا. بصوا يا جماعة، النفس كده عاملة زي انتوا عارفين كده بتاعت التلج بتاعت اللي بنحطها في الفريزر اللي مليانة فجوات بالشكل ده. الفجوات دي هي الشهوات اللي جوانا. يعني عندنا الجسد فيه شهوة ايه؟ الاكل، وفي شهوة الجنس، وفي شهوة الشرب، وبعد كده والراحة، وكمان نخش بعد كده على القلب. والقلب فيه شهوات يعني لا تعد ولا تحصى، وهو شهوة السلطة، شهوة الحسد، الغل، الحقد. الامراض دي كلها جوانا. شهوة ان احنا عايزين ان احنا نكون مش غلطانين. شهوات كتير جوانا، كتيرة جدا موجودة، بتتعبى إما بالخير وإما بالشر، إما بالحلال وإما بالحرام. إحنا بقى ودي مسؤوليتنا، هي إن إحنا بنفتح الحاجات دي كلها، الشهوات دي، أو بنقفلها، بنعبيها بالحلال أو بالحرام. الشيطان بيستغل الفرصة، وجود الفجوة دي جوانا، وجود الاحتياج ده جوانا، ويبتدي يعبيه بس بالحرام. تعال أوضح لكم أمثلة. احنا مثلا عندنا الحاجة الحلال في الاكل، مثلا عندنا شهوة الاكل، ممكن ان احنا ناكل حاجة حرام، ممكن ان احنا ناكل بالحلال. اذا الشهوة دي احنا منميينها عندنا ان احنا بنحب قوي الاكل. يعني في ناس لا مهتمة جدا بالاكل، مهتمة جدا بطريقة اكل معينة، مهتمة جدا بوضع معين للاكل، اوقات معينة للاكل. الاكل ده هو حياتها، منمية الشهوة دي جدا. فيجي الشيطان يستغل الشهوة دي ويبتدي يدخلك فيها ايه؟ الاكلات الحرام، ويقول لك يا عم مش مشكلة، يا عم جرب، يا سلام، ما انت على طول بتاكل الاكلة المعينة، ما تجرب دي كمان وتشوف، عشان لما تيجي تقول انها غلط يبقى عارف هي غلط ليه، لانك جربت الحاجة دي بنفسك. يبتدي يدخلك المعصية جوه الشهوة، بس انت اساسا منمي الشهوة دي. لكن تعالى واحد تاني مركز في العلم والمعرفة ويبتدي يذاكر وهنا وهنا، ويبتدي ينسى ان هو ياكل، يبتدي ياخد باله من حاجات تانية وينمي حاجات تانية في مخه. إذا شهوة الأكل عنده أقل، فأقل القليل يبتدي ياكله علشان هو بس يبتدي يعيش، ونبتدي يديله طاقة عشان يبتدي يشتغل. ما يخليش الأكل هو بس كل حياته. طب تعالوا نيجي لشهوة تانية زي شهوة الراحة. أنا مثلا ظابط المنبه على إن أنا عايزة أصحى الفجر، تيجي بعد كده المنبه يرن، يروح بقى الشهوة اللي جوايا، أنا خلاص أنا بحب الراحة قوي ومنمية الشهوة دي عندي قوي، وبقى دايما بحب أريح نفسي، وخلاص أنا خلاص حطيت دي في دماغي. خد بالك الشهوة دي بتزيد عندي او بتكتر عندي باللي انا دخلته هنا من العلم، باللي انا بحطه هنا من المعلومات، وده اللي هوضحه لكم برضو كمان شوية. خلينا في المثال بتاعنا وهي الراحة. يجي المنبه يرن يقول له يا عم ارتاح، يا عم عشان تبقى نشيط بعد كده وتقوم كلك نشاط وحيوية وتقدر تشتغل بعد كده. يجي بعد كده الشيطان يخش، يبقى انا الشهوة عندي، الفجوة عندي موجودة. شاف الفجوة دي منين؟ من النفس اللي انا بنميها. منين؟ بعقلي ده، بأفكاري دي، بمعلوماتي دي. فالشهوة شديدة قوي عندي وهي الراحة. يجي الشيطان بقى يلاقي أساسا الموجود الفتحة، فيروح مدخل فيها إيه؟ المعصية، اللي هو عدم صلاة الفجر. يقول لك يا عم ما أنت كل يوم بتصلي الفجر، جت يعني على النهاردة، ما بلاش كده النهاردة وريح كده، وبلاش النهاردة تصلي الفجر، ومن بكرة هتبتدي تصلي بانتظام. يبقى كده دخلت المعصية، مش جايبها كده من فراغ، ولكن عارف ان انت جواك الاحتياج ده، فيبتدي هو يخش بالمعصية. يعني الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان ان النفس بتربي عندك الاحتياج، اما الشيطان ما يفرقش معاه، عصيت هنا عصيت هنا عصيت هنا، مش فارق معاه. المهم ان انت تعصي والسلام، المهم ان انت تغضب ربنا والسلام. ليه؟ عشان ما يخشش النار لوحده.
ما هي دي الفكرة بتاعته. طيب اعمل ايه بقى عشان ابتدي اقفل الفتحات ديت او اعبيها لما تيجي تتعبى بالحلال؟ عندنا 4 حاجات مهمة اخد بالي منها عشان اظبط الشهوات اللي جوايا. اول حاجة وهي الصلاة، والصلاة دي فيها اهم دعاء اللي بقرأه في سورة الفاتحة، وهي اهدنا الصراط المستقيم. دايما ادعي ربنا ان ربنا يهديني للطريق السليم اللي يوصلني للجنة. وكمان فيها الدعاء اللي انا ممكن ادعيه وانا بسجد. يبقى اذا الصلاة دي فيها قراءة قرآن وفيها الدعاء، واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول لسيدنا بلال ارحنا بها يا بلال. يبقى اول حاجة معايا ان انا لازم احافظ على صلوات، وخصوصا احافظ الصلوات الاساسية، الصلوات الخمسة، بالاضافة الى بقى قيام الليل، الى السنن. كل ما صليت اكتر، كل ما دعيت ربنا اكتر، كل ما ربنا نور بصيرتك اكتر وهداك الى الطريق السليم اللي انت تمشي فيه، اللي هيوديك للجنة باذن الله. تاني حاجة معانا وهي قراءة القرآن وتدبره. خد بالك في فرق بين التفسير والتدبر. التفسير ان انا بس بعرف معاني القرآن الكريم، انما التدبر انا بستفاد ايه من الامثلة اللي ربنا قايلها لي عن الكفار وعن اليهود وعن الاحداث اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاحداث اللي حصلت في عهد الكفار، علشان استفاد بيها في حياتي وما اقعش في نفس الغلطات اللي وقعوا فيها. وربنا كرمنا الحمد لله بناس كتير على اليوتيوب بيعملوا تدبر القرآن الكريم وبينوروا بصيرتنا لحاجات كتير ما كناش واخدين بالنا منها موجودة في القرآن الكريم، وبيشرحوها لنا بطريقة جميلة ومبسطة. فيبقى عيب علينا قوي ان الحاجات دي تكون عندنا وتحت ايدينا وان احنا بس نكسل ان احنا نسمعها. طيب انا بقرا القرآن ليه وبعمل تدبره ليه؟ عشان اغير ده، عشان اغير افكاري. ولما اغير افكاري هبتدي افتح حاجات واقفل حاجات ملهاش لازمة. اقفل الغل، اقفل الانتقام، اقفل الحسد، اقفل في نفسي الحاجات الوحشة اللي الشيطان ممكن قوي اول ما يشوفها يستغلها ويوديني في 60 داهية. تالت حاجة معايا ان انا اخد ودي مع نفسي كده وابتدي اراجع نفسي واقول هو انا اتصرفت صح في الموقف ده؟ هو انا المفروض كنت اعمل كذا بدل ما اعمل كذا؟ طيب ما عرفتش كده اخد ودي مع نفسي كويس، مهم جدا ان يكون حواليا الصحبة الصالحة، الصحبة الحيادية اللي بتشوفني وبتشوف تصرف الشخص اللي معايا، اللي بتبتدي تشوفني لما اكون اتغيرت وابتدي اضيع مثلا صلوات او ابتدي ما اروحش الحلقات، تبتدي تاخدني وتجرني للطريق السليم تاني بدل ما تسيبني انجرف كده وانا مش واخده بالي. لان مهم جدا ان حد يشدني في وقت الغفله بتاعتي. يبقى عندي هنا اتفقنا ان في الصلاه اللي هتوفقني للطريق المستقيم، وقراءه القران وتدبره، والصحبه الصالحه، واخر حاجه معانا وهي ان انا ابتدي اعمل خير كتير، ارمي سهم في كل حته، ابتدي اعمل حسنات كتير. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الحسنات يذهبن السيئات. فحتى لو حصل ووقعت في غلط او في معصيه، بسرعه ارجع اتوب وبسرعه اعمل حسنات عشان تعوض السيئات اللي انا عملتها وتمحيها. وبس كده 4 حاجات مهمه جدا عشان اظبط النفس واظبط الاحتياجات اللي بفتحها للشيطان، وهي الصلاه وتدبر القران الكريم والصحبه الصالحه ومراجعه النفس وعمل الصالحات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.